طبعا الولاد راجعين المدارس من عام من اجازه صيفيه، يناموا بالنهار ويصحوا بالليل، ويعني يومهم متلخبط. النتيجه انه بيروح المدرسه وهو مش منضبط ذهنيا. اضف الى ذلك النظم الغذائيه اللي كان متعود عليها بقى طول الاجازه، نوعيات الغذاء الفاست فوز زي ما بيقولوا، او الوجبات السريعه اللي كانوا متعودين ياكلوها في الشارع، مواعيد الاكل اللي متلخبطه، انماط الغذاء اللي كان متعود عليها. كل ده المفروض يغيره علشان يعرف يتواكب مع العام الدراسي واليوم الدراسي اللي بيبدا من الصبح بدري لغايه بعد الظهر. نقطة أو كلمة السر في النجاح الدراسي هي التغذية ورفع قوة الجهاز المناعي لجسم الطفل أو الطالب بشكل عام. النقطة دي تحديدا هنركز عليها في هذا الحوار المهم مع بداية العام الدراسي مع الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير دكتور مجدي. يا صباح النور. دكتور مجدي، خلينا نبدأ سريعا كده. يعني البعض ممكن يقول انه ما احنا ايه المشكله، احنا بندي السندوتشين للولاد وبيروحوا المدرسه وخلاص. ايه اهميه قوي النقطه اللي انتوا بتتكلموا فيها في انه يعني اذا ما ظبطتش النمط الغذائي لابنك في المدرسه خلال العام الدراسي حاجات كتير هتروح منه. لا مش بس السندوتش ده، انا عايزه يفطر، وعايزه يفطر يبقى لازم ينام بدري، وعايزه يفطر يبقى لازم انا افطر معاه. يبقى اول حاجه هنعملها مش بس السندوتش، ان احنا سوف دعوه تناول الافطار لكل المصريين في البيت مع بعض. اما هناكل الفطار مع بعض هنعلمهم، هتبقى قدوه. ليه؟ لان احنا وجدنا الامراض المزمنه اللي بتيجي في الناس الكبار اللي هي دلوقتي موجوده ما كانتش عند اجدادنا، الضغط، السكر، المشاكل دي كلها، الحساسيات، السرطانات، كل ده نقص المناعه ما كانش موجود. جه ليه؟ لان الغذاء بتاعنا اتغير والنمط الغذائي اتغير. هغيره امتى؟ مش هرجع بقى ناس عندها 60 و70، اروح عند مرحله الطفوله. العادات الغذائيه، كل العادات الغذائيه بتنشا في مرحله الطفوله وبتثبت بعد كده وبتعود عليها، ودي اللي بتستمر معايا. اغيرها في مرحله الطفوله ان انا هغيرها من دلوقتي. هقعد معاهم، نمره واحد هقول لهم ان احنا هنفطر، نمره اثنين هناكل على مهلنا. ليه؟ لان الهضم فين؟ في الفم. يبقى هناكل على مهلنا مش بسرعه. الهضم في الفم؟ في الفم 70% في الفم. الهضم الاغذيه 70% في الفم و30% تحت. يبقى لازم انا اتناول الطعام على مهلي، ما استعجلش، يعني لازم اصحى بدري واتناول الطعام الصحي في الفطار غير السندوتش. الطعام الصحي للفطار لان العقل السليم في الجسم السليم. طيب خلينا نبدا بالفطار. يعني المفروض نقعد نفطر. هتعمل ايه؟ نفطر ايه بقى؟ هنقسمه نصين. انا قايم من النوم مش مركز، عايز اركز، يبقى لازم اخد ابره بسرعه جلوكوز سريع يخليني اركز وانعنش ونشيط. يبقى هناخد اي مشروب فيه عسل نحل مثلا، او زبادي او لبن رايب مع عسل النحل. بعد كده عايز حاجه ثانيه تديني الجلوكوز البطيء اللي هيخليني اكمل في النص الثاني من اليوم الدراسي او من العمل في الجامعه او اي مكان. يبقى لازم اخد انا بقول، والبقول اللي مش عايز ياكل فول هياكل طعميه، ياكل طعميه، اكل اي نوع بقول، كل بسله، كل فاصوليا، كل ترمس، بس اعصر عليه ليمون عشان تستفيد من البروتين بصوره اعلى والحديد بصوره اعلى، ويبقى عندك كمان هرمون السيروتونين اللي هيخليني اروح المدرسه او الجامعه وانا مبسوط وانا سعيد وعندي انشراح. ليه؟ لان هرمون السيروتونين ده هيخليني انا اتقبل الحياه واتقبل الاوامر اللي هتحصل في المدرسه وهكذا. يبقى لازم اخد بقول مش هنساها، بس معاها الفيتامين سي، معاها الليمون اللي بيرفع المناعه فعلا واللي بيخليني عندي قدره اكتر ان انا امتص الفوائد ايه اللي في البقول. برضه معاها الخبز، مفيش مانع، مش عايز اخد خبز اخد بطاطس، اوكي. وبعد كده هاخد سندوتش المدرسه او هخليها علبه اللي يسموها اللانش بوكس او العلبه اللي احط في الاكل او الكيس اللي احط في الاكل. ده بمنظور نظره مختلفه خالص. للاسف تقريبا في محاضراتي اكتشفت ان 2% من المصريين بس هم اللي بياكلوا الجزر، وناس كتير بقى لها 20 سنه ما اكلتش الجزر، وبالتالي البيوت ما فيهاش جزر. يبقى لازم الطفل هياخده معاه جزره. ليه؟ لانها بترفع المناعه، اضافه لاهميه البصر، انها مناعه للسرطان. عايز ياكل البيضه. ليه؟ يقول لك لا مش هاكل ده عشان 3 اسباب. بيخافوا من البيض، يقول لك البيضه هترفع الدهون عنده الكوليسترول، وتعودنا كده. الكلام ده غلط واتغير. هناخد البيض لان الدهون اللي في البيض، الكوليسترول في البيض هو بيعلي الكوليسترول المفيد. اذا كترت منه هيعلي الضرر، بس اغلبه بيعلي الكوليسترول المفيد. يبقى هناخد البيض. الصغيرين ياكلوها مقليه. يعني البيض ما بيعليش الكوليسترول؟ بيعلي الكوليسترول، والافضل ما بيعلي الكوليسترول والضار اللي عفوا المفيد. امال ليه معروف انه بعد سن معين المفروض ما ناكلش من بيضتين في الاسبوع مثلا؟ احنا بنخاف الناس الكبار، الناس اللي عندها الدهون العاليه هتاخد مثلا 4 5 في الاسبوع مثلا. بس لازم خلي بالك انت ما تزيدش عن 300 مللي جرام في اليوم.
الكوليسترول. البيضه الطبيعي هتديك 160 180 بكتير قوي 200، يبقى انت بتظبطها. لكن الناس العاديين ياكلوا البيض عادي وما تخافش، لان في كوليسترول مفيد للمخ وكوليسترول مفيد للمناعه. دي واحده. الحاجه الثانيه البيض. دكتور خلينا نكمل الفطار، بس استاذنك الاول. هنكمله، بس هو في جالنا بيان من وزاره الداخليه دلوقتي عايزين نقوله للناس. انه طبعا احنا عارفين الاحداث اللي حاصله دلوقتي في ميدان التحرير وحول السفاره الامريكيه. صرح مصدر امني في وزاره الداخليه انه في اطار ما تشهده المنطقه المحيطه بالسفاره الامريكيه من احداث وتعديات وحرص الاجهزه الامنيه على تهدئه الموقف حمايه للارواح والممتلكات، فقد تم التواصل مع معظم القوى والتيارات السياسيه والثوريه والتي تعتبر تم التواصل مع معظم القوى والتيارات السياسيه والثوريه والتي تعتبر ميدان التحرير رمزا لها. استنكرت كل القوى السياسيه هذه التصرفات غير المسؤوله من قبل تلك العناصر التي تصر على ارتكاب افعال تعد جرائم وتعد اتلافا من شانها تعكير صفو الامن العام. على ضوء إخفاق المبادرات المتتالية لإيقاف تلك الاعتداءات، وانطلاقا من التزام أجهزة الأمن ومسؤولياتها عن حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة والدبلوماسية والسفارات الأجنبية، وذلك وفقا لالتزامات مصر الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، فإنه يتم الإعداد لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة عناصر الشغب والتي لا تمثل أي من القوى أو التيارات أو الحركات السياسية أو الروابط الرياضية باعتبارهم خارجين على القانون لقيامهم بالتعدي وإتلاف المنشآت العامة والدبلوماسية، وعلى رجال الشرطة أيضا وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر. ده البيان اللي جه من وزارة الداخلية تعليقا على الأحداث التي تتم الآن أو التي يشهدها الآن محيط السفارة الأمريكية وأيضا ميدان التحرير. طيب خلينا نستكمل. في حاجة على البيض. نستكمل حوارنا عن احنا كنا بنتكلم عن الفطار. ايوه. والبيض كنت حضرتك بتتكلم عن. يقول لك انا مش هاكل بيض من يظهر البرد، الكلام ده غلط. مش هاكل بيض، ده عندي حساسيه. ايش عرفك ان عندك حساسيه للبيض؟ يبقى هناكله. الحاجه المهمه برضو البيض فيه كولين، والكولين هام للذكاء والذاكره، يبقى انا لازم هاخد البيضه كل يوم لو انا عايز اتفوق وابني يتفوق. بعد كده برضو هروح المدرسه، لازم يا ريت فيها طبعا في كانتين في المدرسه. مشكله الكانتين في المدرسه اصبحوا للاسف ربح، كلهم عايزين يربحوا، فلازم انا مفيش معنى اخلي الكانتين، بس لازم فيه رقابه من اداره المدرسه، رقابه من الصحه، رقابه من اولياء الامور. المدرس العلوم او مدرس الزراعه لازم يشارك في الكانتين، يبقى فيه اغذيه ما فيهاش الصبغات اللي بنشوفها والمشروبات الضاره دي، وندخل حاجات جديده، عادات جديده دي في المدرسه. ايه المشكله اما نجيب خلطات وتجيب ليمون، عصير ليمون او عصير برتقال؟ المشكله لما ندخل البان، المشكله لما ندخل خس. كل عالم الكانتينات فيها خس. الاتحاد الاوروبي خس هات الخس. الخس وقطعه. الخس هيخليهم هاديين وفي نفس الوقت هيخليهم نشيطين. يعني خضروات بشكل عام ممكن تدخل في مبادره الاتحاد الاوروبي دلوقتي 24 دوله توفير الخضروات الطازجه والفاكهه في المدارس. بس المشكله بالنظافه بقى، وهل هتتنظف كويس وتتغسل كويس ولا؟ هات الموز وقشره واديهم الموز، يعني سهله. احنا ده بس خلي في ناس متطوعين ممكن يشاركوا في الحكايه دي، خلي بعض الطلبه يكون يشاركوا في الكانتين او المقصف. احنا عايزين الكانتين يبقى وسيله، اول حاجه دور وقائي اللي هو هيمنع الامراض، هيرفع مناعه الاطفال دول. الكانتين برضه الناس اللي عندها حساسيه طعام لازم يبقى انا عارف الاطفال اللي عندها حساسيه في الفصل ده او المدرسه دي، عشان ما يدوش الاكل المرفوض. انا عارف الطفل ده الفلاني عنده حساسيه للفول السوداني، يبقى مش هديله حاجه فلفل سوداني او بيض. المشكله الثانيه كمان لاحظناها في حاجه اسمها مقايضه السندوتشات او مقايضه الاكل، بمعنى طفل ما عنده حساسيه للبيض وراح المدرسه، هو المفروض ما بياكلش بيض حسب التعليمات اللي بننفذها والام بتنفذها، والطفل بيقول بسمع الكلام، بيروح المدرسه بيجي عنده ازمات حساسيات ومشاكل كتيره. ليه؟ اتري بياخد السندوتش من امه ويديه لواحد تاني ويبدله معاه، تاخد ده وتديني ده. ودي دخلتها في حاجه ثانيه. عرفنا اختار مقارنه السندوتشات. اول حاجه الحساسيه بتظهر، ثاني حاجه طب ودي المدرسه هتعمل فيها ايه بقى؟ هتمنع المقايضات دي ازاي؟ ازاي بقى؟ لازم يبقى في مشرف خلال فتره الفسحه او البريك، خلي بالك. ولازم انا عارف كمان الطلبه اللي عندهم حساسيه واحط اسمه، الطالب ده عنده حساسيه، الطالب ده عنده كذا. الحاجات دي كلها لازم اعرفهم عشان ما يجيلوش ازمه، ياكل في اكله يغمى عليه يجي له ازمه، احتباس في النفس والكلام ده لا. وبعدين حاجه ثانيه برضه مقدسه اللي بتدخلني في التلوث وتدخلني في التسمم وتدخلني في الحساسيه. خلينا نرجع للمفروض الاسره تعمله، نركز مع دور الاسره هنا. تفطروا كويس، والفطار لازم يحتوي على
حضرتك قلت لي هنا بتتكلم عن حاجه اسمها 5 في 1. 5 في 1 مهمه جدا. ايه بقى ال5 في 1؟ طب حضرتك دلوقتي انا هسالك سؤال بقى. اخر مره حضرتك كلت الجزر امتى؟ يعني حضرتك مش فاكر بس امتى؟ يعني يمكن من يومين 3. يومين. انا سالت واحد وانا ماشي في الشارع النهارده الصبح، اول واحد قابلته الصبح قلت له، قال لي صراحه يا دكتور من 20 سنه. يا الناس ما بتاكلش جزر ليه؟ مع ان الجزر هام جدا. يبقى اول حاجه يقول لك الطفل يقول لك مش هاكل يا دكتور الجزر ومش هاخد عصير الجزر يا دكتور، بس انا عايزه مبشور. خلاص من عيني اديله مبشور، اديله اي نوع من الجزر، ده مهم قوي. اديله يبقى ده اللون الاصفر، بس ده مش هيغنيك عن اللون الاصفر في الفلفل، بس يقول لك اللون الاخضر. يعني 5 في 1 دي مقصود بها 5 الوان. 5 الوان. كان زميلي الطبيب الفرعوني كان بيعالج الامراض بالالوان، يقول له قول لي غذاء انت عندك نقص في اللون الازرق. اللون الازرق المصريين مش بياكلوه. فين مين اللي بياكل الكرنبه البنفسجيه؟ مين اللي بيدور على الجزره البنفسجيه؟ مين اللي بياخد المنجرايه؟ مين اللي بياخد الفجل الصيني؟ اللون الازرق ده في حاجه اسمها انثوسيانين، دي مجموعه مهمه جدا، صبغه بتخلي مخي افضل، عيني افضل، المناعه عندي افضل، صحتي التنفسيه والرئه عندي افضل. يبقى ليه احرم نفسي منه؟ يمنع السرطانات. اللون الابيض يقول لك ما بيحبوش، ليه؟ ما تحبش اللون الابيض ليه؟ جميل. العسل مش البيض، البيض برضه مفيش مانع اللون الابيض، ولكن انت عندك الفجله وراس الكرومبا وراس الخسايه وعيدان الخسي في الابيض، بس كمان انت عندك البصل والثوم دول مربات حيويه ضد الميكروبات. اللون الاحمر شاطرين فيه الطماطم. اللايكوبين منع للسرطان، رفع المناعه، ما تخافش كل الطماطم واشرب بعضها ما مش هيحصل حاجه. بعد كده اللون الاخضر شاطرين في الخيار احيانا واحيانا لا. الخيار مهم جدا، هتجيني صبغه الكلوروفيل، بس انا عايز كمان مع الخيار ومش هيلي الخيار الخضراء، الحاجات الخضراء اللي هي الورقيه، يبقى انا عايز اي حاجه ورق تلاقيها بنسكرافس الحاجات دي. وفي مدارس بره بتحط للاطفال طبق مليان بقدونس يقعدوا ياكلوه كامل، عشان هم عارفين الاطفال ما بياكلوش الحاجات دي او ما يعرفوهاش خارج المدرسه، بيعلموهم. الحاجه الثانيه احنا عندنا بتلاحظ دلوقتي عندنا وباء انتشار الاغذيه الغربيه السريعه. الاغذيه الغربيه السريعه استغلت علم الشهيه، والعلم ده استغلوه لمصلحتهم، وده هم ينشروا عادات غذائيه جديده. ما عندهمش حاجات خضراء، ادي واحد، ما عندهمش الياف، عديمه الالياف. حاجه ثانيه تدخل على المطعم اللي هو الغرب السريع، بتلاحظ ان هو ساقع، بيسقعوا درجه الحراره والتكييف بارد، عشان اما تبقى الحراره ساقعه تقوم تطلب اكل اكتر، المبيعات تزيد اكتر. مش بس كده، بيخلوه كله احمر، لا كل حاجه حمراء في المطعم، حتى الكيس، حتى الملابس، حتى الكراسي، عشان يفتح الشهيه زياده. يبقى خلي بالك اللون الاحمر مع الموسيقى اللي بتسمعها في المطعم مع البروده دي بتخليك تتعلم منهم. حاجه بعد كده الدعايه برضو، حاجه بعد كده يشيل لك وجبه الفطار. مفيش مطعم غربي سريع في وجبه فطار. ليه؟ عرفوا اللي بياكل فطار بعد كده مش هياكل كتير في الغداء والعشاء، اللي بياكل فطار مش هيجي لنا بعد كده هيبقى صحته كويسه ومناعته افضل، يبقى يلغي الفطار. احنا مش هنعمل الفطار بس كده، ده عايز كمان وجبات جديده عند الاطفال المصريين، واحنا كمان ناكل 5 وجبات في اليوم، مش هنسمن. اللي بياكل مره، اللي بياكل مرتين بيبقى عنده هرمون الجوع عالي، فهيقعد ياكل ومخه مش هيحس ان بطنه اتملت، فهيستمر في الاكل. اللي بياكل 4 أو 5 مرات في اليوم وجبات صغيره وفيها وجبات جديده، وجبه الفاكهه، وجبه السلطه، وجبه الخضار الطازج اللي ما اتحطش على النار، هو ده اللي ما بيسمنش وهو بيحافظ على صحته ومناعته ان شاء الله. طيب قلت لنا برضو انه في اغذيه لمنع العنف في المدارس. بمناسبه العنف بقى اللي احنا شايفينه دلوقتي اهو في ميدان التحرير وعند السفاره الامريكيه، معظمهم صبيه صغار، يعني اولاد صغيرين، وعندهم قدر، يعني شفت ان قدر كبير من العنف بيحصل في الشارع ايا كان. هل تعتقد العنف ده نتيجه نقص غذاء؟ وهل هناك اغذيه تواجه ده؟ هنحلل الناس اللي تنتحر والمجرم اللي بيقبضوا عليه ويدخلوه السجن وينتحر داخل السجن. بينتحر ليه؟ اتاري المجرم والبلطجي اما تفحص دمه الكيمياء بتاعته في مخه عنده رصيد صفر من ما يسمى السيروتونين. السيروتونين ده هرمون، برافو عليك. الهرمون ده هو هرمون بيشتغل ايه؟ ده هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي وتقبل الاخرين والتسامح. هو ده اللي بيخليك تضحك. ده هرمون بيعمل كل ده؟ اللي بيطلع من مخي. هيطلع لي ازاي؟ عايزين نكتره ده. ضمن واحد تبعد عن الاغذيه الغربيه السريعه. 2 العيال دي كلها او الاطفال دول كلهم او المراهقين بيشربوا مشروبات الطاقه. بيشربوا الطاقه الفارغه، بيبقى عنده سعرات حراريه عاليه بس ما بيتغذاش، مخه ما بيتطورش. المشروبات الغازيه؟ المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه برضه مش موجوده. الحاجات دي كلها موجوده في الاسواق العالميه كلها. نعم. تستهلك كميات كبيره. بيقول لك انا شبعان بس ما فيش تطور، ما فيش اعصاب، ما فيش سيطره. الحاجه برضه المهمه اللي برضه وجدوا الاغذيه الغربيه السريعه بتبطئ حركه الدم في مراكز الذكاء
لمراكز السعاده في المخ، فبتلاقي الناس دي عندها بطء في التفكير وبطء في رد الفعل. هو بيحرق العربيه دلوقتي، بيحرق الحاجه بس مش عارف بعد كده هيحصل ايه، ممكن يتقبض عليه، ممكن هتنفجر فيك، ممكن هتقتل اخوك او تقتل قريبك، بس هو مش عارف رد الفعل. البعد ده كله عشان مخه اصبح مغيب بالاغذيه الغربيه السريعه. هو حد فيهم هيفطرهم النهارده؟ حد فطرهم؟ خدوا اي حاجه، خدوا اي الاغذيه اللي ترفع الهرمون السيروتونين اللي هي الاسماك، ما حدش بياكل فيهم سمك. بيحبوا اللحمه، تزود اللحمه هتزود في العنف عندهم، او بياخد الحاجات الغربيه السريعه، او ان هو غايب عن اغذيه التريبتوفان المكسرات، يقول لك ما بحبهاش. طب خد فول سوداني، دعوه لكل الاطفال المصريين ياخدوا فول سوداني من غير مملح عشان ما يتخبطش في المدرسه. الفول السوداني ما يتخنش من غير ملح، والكبسه مش هيتخن من غير ملح وكبسه، وهيفيد كمان القلب. المدارس اللي استجابت لي وبنعت الكانتين قالوا لي ما عادش فيه صياح ولا شجار ولا اي هيصه ولا زعل في فتره البريك. بيتوزع ممكن يتعبى في اكياس كده سوداني ما هو مش مملح بدل بقى الشيبسيهات وبس. كمان ايه، خلي بالك، هاتوا شيل القشره وشيل الملح واشتريه حتى من الفلاحين بالغطا الاصفر ودور فيها عليهم، في عفن فطريات، دور حط ادي كل 10 حبات 12 حبه لبنتك لابنك كل يوم وروح مدرسه، هيحس بالشبع وهتلاقيه اذكى وزي الفل. حاجه برضو مهمه، في اغذيه المصريين اصبحوا ما بياكلوهاش، ما بياكلوش فول، ما بياكلوش بقول. مين بياكل حمص الشام؟ مين بياكل ترمس؟ مين بياكل فول؟ نبوه فاصوليا بيضاء. عارف انت لما تاكل البقول وتعصر عليها الفيتامين سي يطلع تريبتوفان اكتر، يطلع سيروتونين اعلى. عشان كده المصريين زمان يقول لك دمهم خفيف وعندهم روح الفكاهه. يعني كوبايه الحمص اللي بالليمون دي هتخليك سعيد، دي مفيده سعيد، الياف، يرفع حاله السعاده كمان، الياف، ويبقى عندك السيروتونين عالي. وتاكدوا ان كل الناس اللي بتنتحر، وده بحث حديث عايزين نشوف الناس اللي انتحر، الامريكان اللي انتحروا في حرب الخليج الاولانيه بتاعت الكويت، الامريكان انتحروا ليه؟ قعدوا يقول لك عندهم فيروس، عندهم كيماوي، ما اعرفش ايه في متلازمه حرب الخليج. وجدوا ان الاكل اللي كان بيتناوله الجنود الامريكان في حرب الخليج الاولى كان عديم التريبتوفان، فابتدوا يزودوا وكانوا بينتحروا لانه وصل للصفر. طب ابتدوا يدوهم دلوقتي الحاجات الخضراء ويدوهم الاسماك عشان ما يبقاش عندهم انتحار. هنتعلم منهم ان احنا لازم اولادنا عشان نخليه يروح المدرسه ويسمع الكلام، اللي بياخد وجبه الفطار بيسمع كلام، يبقى عنده استجابه للتعليمات المدرسيه، ما بيتاخرش في الذهاب للمدرسه، بيستجيب وما بيغيبش وما بيعياش، ويبقى كمان يتقبل الاوامر ويبقى سعيد ويبتسم ويرجع المدرسه سعيد ومش حزين لان عنده تريبتوفان عالي. اللي بيضحك في وشك عنده سيروتونين. البلطجي والمجرم حتى لو قال لك هات الفلوس، خد الفلوس، خد الفلوس وكل حاجه ومكشر وزعلان مسكين، ما عندوش في مخه سيروتونين. حتى في الحيوانات لو حرمتها من السيروتونين تنتحر مش عارفه تعمل ايه. يبقى دعوه حتى للناس المسجونه، حتى للناس دلوقتي اللي في عند السفاره. عارف انت دلوقتي عزمتهم دلوقتي على اكله فيها سمك وشويه حمص الشام وقلت لهم عصير قصب، هيبصوا بعض ويروحوا يقول لك احنا فرحانين بس مش عارفين فرحانين ليه. طيب الوجبه بقى اللي نحرص عليها، يعني اللي ابني لازم ياخدها كل يوم عشان يحقق ده، يبقى مش هنسى البقول. طيب اللي مش عايز ياخد بقول ياخد مكسرات، ياخد فول سوداني، ولازم فيتامين سي. المدارس توفر لي، او انا لازم اخد فيتامين سي. مش عايز ليمون؟ اوكي، خد كيوي، خد بروكلي، خد جوافه، خد فلفل، خد برتقال، كل ده فيتامين سي. يبقى لازم تاخده. ومشكلته كمان فيتامين سي ان انا بمشي في الشارع واشم سيجاره، السيجاره بتدمر عندي 28 مللي جرام فيتامين سي، وانا عايز كل يوم 56 ومش هتخزن عندي. يبقى لازم اخد فيتامين سي يوميا. بس المشكله كمان ان هو بيفسد في الثلاجه وبيفسد بالغليان وبيفسد بالتسخين ويسخن بالتجميد، حطها في الفريزر. يبقى لازم عشان كمان الام تزود فيتامين سي في الاسره، اما تيجي تطبخ تعمل ايه؟ تغلي الميه الاول، تحط اللحمه بعد ما الميه تغلي، تحط الخضار بعد ما الميه تغلي، وما تقطعيش الخضار وانت بتطبخي. هتحط الكوسه طويله وهتحط الجزره طويله والبطاطسايه بقشرها، بعد ما الاكل يستوي ابتدي قطعي وانت بتحطيه في الاطباق بالسكينه. هيبقى ده الوجبه دي عاليه فيها فيتامين سي، ولا هيخلينا نعيا ولا عندنا التهابات. ايوه بس النقطه دي عايز اقف عندها. حضرتك بتقول انه بيفسد، بيكسر. يعني الليمون والحاجات دي التسخين حاجه فيها كسر. طب من غير تسخين يعني خلاص فعلا البعض بيقول ان اللي بقى لها يومين ثلاثه في الثلاجه خلاص فسدت، هل ده حقيقي؟ بتقل. ما انا بقول لك هو الحاجات دي كلها بتدمر فيتامين سي، ومشكلته ان انا ما عنديش رصيد، وهو اصلا ماده مضاده للسرطان، مناعه للالتهابات. اهم حاجه فيتامين سي بيخليني اعجز، الكولاجين في فيتامين سي. نعم. دكتور مجدي بدران، استشاري طب الاطفال وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، احنا الحقيقه سعدنا باللقاء ده قوي، ونتمنى انه يتواصل ان شاء الله، لانه محتاجين هذه المعلومات القيمه لابنائنا ولينا كلنا في المرحله القادمه. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا. فقرات صباح الخير يا مصر ما زالت ممتده، تابعونا.